سعر الفيلا دي اللي ورايا بكام؟ ب 75,000 بس. مصري؟ دولار يا استاذ. ولو بالمصري عامله كام يا حاج؟ عامله 3,800 والاستلام فوري، مفيش بكره ولا بعد كمان. طب لو اجنبي يا حاج ينفع تسجل باسمي؟ مشاكل. ايه الاوراق المطلوبه؟ ده كام مسجل؟ تبعت صوره الباسبور او صوره البطاقه وانا اسجلها لك باسمك على طول. بس شكلك كده مش اجنبي، مصري. انت منين؟ خربتها يا حاج. لكم موقع عشان تحجز عليه. هتبعت صوره الباسبور او صوره البطاقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي نص يا جماعه، الفيلا دي نصيه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عيشوا حياه حلوه، كمان في بسين وفي شلال للاطفال. دور على الخصوصيه والرفاهيه تعالى، وبسعر كمان مش محصله سعر شقه في وسط البلد. حاجه جميله جدا. الناس المتغربين ونفسه في حاجه يفرح اولاده ويفرح زوجته ويفرح والدته. عايز لهم جنينه، ناس كبار في السن بدل ما يتبهدلوا في عماره. اتحاد ملاك والاسانسير عطلان، وهتاخد شقه النهارده في وسط البلد عامله ملايين ومفيش بكال عربيتك والدنيا زحمه وصداع. لا، لما تدور على الخصوصيه والرفاهيه عقار عجمي مفيش مستحيل. تعال. عايز زحمه خليك في الشغل. اسرع معاكم عشان ايه؟ علشان الباقه وعارف ظروفكم انا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احنا كده الدور اللي تحت، طلعنا الدور الثاني. دايما يا جماعه العلماء والمفكرين والادباء بيحبوا الاماكن الهاديه علشان يعرفوا يفكروا. المهندس لما ما فكرش يتوه. العمود ده فين؟ والتصميم ده ازاي؟ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا انا ايه في خصوصيات واحد ما بيقدرش ايه، عشان الفيلا كلها ساكنه هنا. هنا اقل واحد ساكن جنب منك اللي سفير، اللي دكتور، اللي معيد، مستويات راقيه كلها. كل غرفه ليها الحمام بتاعها يا جماعه. مفيش حاجه ناقصه. طعم الحمام ده بيركب في الاخر علشان حضرتك مفيش حد يستعمله، لا صنايعي ولا اي حد غير سيادتك. كده طلعنا الدور الثالث. هوريكم برضه المنظر من فوق، كل كبيره وصغيره هوريها لكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حاجه جميله. الصبر شويه. هنا كمان جنب معانا كان المعهد بتاع الكينج، بيجي له ناس من كل انحاء العالم. هو الطلب والاستلام فوري، مفيش بكره ولا بعد. اشوفكم على خير. لو عندك فيلا او قصر عايز تبيعه ومستعجل عليه، عقار عجمي في ثانيه هيكون عندك.